رأسية اولى من جيرو الحارس يمسكها وفرنسا خطيرة من البداية، وعلشان فرنسا خطيرة تروح تسجل الاول عن طريق جريزمان وصل كرة تشواميني، جول 1-0 فرنسا. تشواميني الملنجي، كرة الولد الريال، كرة الخريج أكاديمية موناكو، جول هدف فرنسي من تشواميني. هدف اول عن طريق تشاوميني بتسديده صاروخيه، هدف هيولع المباراه وهنشوف رد فعل قوي من الانجليز. الرد كان هيبقى سريع وتسديده من فاول، ولكن لوريس يمسكها وانجلترا عاوزه تعوض. كره تانية وانفراد لهاري كين، ولكن بيضيع قدام الجون ولوريس يتالق وبينقذ مرمى فرنسا من هدف مؤكد. وطوفان انجليزي في الوقت ده. انجلترا لسه مكمله في ضغطها ومطالبه من هاري كين ببلانتي، وحكم الفار بيقول ما فيهاش حاجه. صاروخ بعدها عابر للقارات من هاري كين، والحارس يطير ويصدها ببراعه. والانجليز يستاهلوا هدف دلوقتي علشان ينهي بعدها الحكم الشوط الاول. لايك وصلى على الحبيب، وتعال نشوف المدعكه اللي هتحصل في الشوط الثاني. في بدايه الشوط الثاني بلينجهام كان هيعملها ويسجل هدف التعديل، ولكن الحارس يلمسها وبتخبط في العارضه وتطلع، والانجليز بداوا يلعبوا. الانجليز فعلا صبرهم نفذ وبيروحوا يجيبوا ضربه جزاء، وبيقف لها المتخصص هاري كين. وطبعا الباقي انتوا عارفينه كويس. لوريس يعرفوا مليح، حافظوا مليح، قاريه مليح، يشدها ولا لا؟ هاري جول! انجهوني يمشي في اليمين، يضرب الامير هاري كين، يسجل هدف التعديل وبتروح النتيجه 1-1. وتعال نشوف فرنسا هتعمل ايه بعد الهدف ده. الرد كان هيبقى سريع وتسديده صاروخيه من رابيو، ولكن بيكفورد يتالق ويطلعها. والمباراه واللعب بين المنتخبين مباراه تستاهل اللايك بتاعك. وتعال نشوف مين اللي هيكسب. ساكا عاوز التاني وبيسدد والحارس يمسك، اللي بعدها من هاري كين والحارس يمسكها برضه. التاني يضيع على الانجليز بغرابه كبيره، ورأسيه من هاري ماجواير تيجي جنب القائم. وانجلترا هي الاقوى في الوقت ده وتستاهل المكسب بصراحه. عرضيه حلوه من لوك شو لساكا، وساكا يضيع التاني والانجليز مالهمش حظ. فرنسا كانت هتغفلهم، بس انجلترا عندها وحش في المرمى اسمه بيكفورد وبينقذ انجلترا من هدف. ولكن فرنسا في الثانيه ما ترحمش. جيرو يسجل الثاني من رأسيه حلوه ويخلي النتيجه 2-1. الثاني ممتاز، هرنانديز خطيره، جول الهدف الثاني. خطفوهم خرجوهم. الثاني من جيرو. انت اسطوره يا اوليفييه. وفرنسا بتقرب من نصف النهائي للمره الثانيه على التوالي. رد انجلترا كان حاضر وبياخدوا ركله جزاء، وبيخش لها كين وبيضيعها بمنتهى الغرابه. من المرات القليله اللي هاري كين يضيع فيها ضربه جزاء، وبيضيع هدف التعديل على انجلترا. تسديده بعدها من ماونت وبتروح بعيد عن المرمى. الاخيره من راشفورد ويحط كره حلوه ومفاول، ولكن بتيجي عاليه بسنتيمترات عن المرمى وبتخبط في الشبكه الخارجيه، علشان بعدها يصفر الحكم وينهي المباراه بفوز فرنسا 2-1 وتاهلهم لنصف النهائي لمقابله المغرب. فلايك بقى وصلى على حبيبك واستنى الجديد.